يا صباح النشاط ومساء الروايح الجميلة مع دودو. كل يوم هنعيشه لحظة من قلب البيت بكل بساطة وحب. يلا بينا نبدأ يومنا وبالله نستعين، ويلا بينا نبدأ الروتين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا كريم. بصراحة يا بنات، أنا دايما بقول لكم نروق وننظف ونلحق وقتنا، بس كمان لازم نروق على نفسنا ونروق على قلوبنا يوم الجمعة. الجمعة مش بس ان احنا نصحى ننظف ونعمل اكل ونشوف كل اللي في البيت عايزين ايه. لا، كمان الجمعة لنفسك. اصحي بدري، اشربي كوباية الشاي بتاعتك، كوباية الشاي بلبن، كوباية القهوة بتاعتك بكل هدوء. خدي كده لحظات روقان، عايزاكي تاخدي لحظات الروقان كلها يوم الجمعة. خدي راحتك. احنا كستات مش لازم تبقى عاملة زي المكنة اللي دايرة 24 ساعة، حتى المكنة بتاخد استراحة. لازم نبدأ كده يوم أجازة حتى لو بسيط، وهنبدأ كده بيوم الجمعة. فهنبدأ بقى من يوم الخميس نعمل الروتين ده، عشان أنا عن نفسي قررت إن الجمعة يكون فيها روتين خفيف، بس روتين هادي، عشان نبدأ الأسبوع كده بطاقة وحيوية وطاقة إيجابية. طاقة بقى وروقان وشهيصة على النفسية. يلا بينا نشوف عملنا ايه النهاردة. عملنا ايه النهاردة في أوضة الأطفال؟ يمكن تاخدي فكرة تساعدك تروقي يومك وتخليكي تاخدي نفس عميق ما بين كل مشوار ومشوار. بصي بقى يا ست الكل، أنا عارفة إن احنا طول الأسبوع بنفضل نجري ونروق وننضف ونروق المطبخ ونروق للعيال ونروق الدنيا كلها، بس بصراحة جمعتك دي بقى خليها ليكي. عشان كده أنا قررت أروق أوضة الأطفال النهاردة الخميس، عشان يصبح علينا الجمعة رايقين وفايقين، والبيت يبقى نضيف ومريحين دماغنا ومروقين على نفسنا ومشهيصين النفسية كده. سيب الجمعة يوم راحتك، زي ما الرجالة بيقعدوا ويرتاحوا احنا كمان لينا نفس الحق بالظبط. يلا بينا نبدأ بقى الروتين كده يجهزك لراحة يوم الجمعة. وطبعا عشان ترتاحي، ومحدش هيسيبك ترتاحي إلا وانتي مخلصة كل اللي وراكي. فيوم الجمعة تاخديها كده من بابه، من أول ما تصحي من النوم لراحتك. اعملي حاجة بتحبي تاكليها، اعملي حاجة بتحبي تشربيها، اقعدي مع أولادك، استمتعي باليوم. استفادي على قد ما تقدري باليوم، ان هو يبقى يوم اجازة للكل في البيت، لكل في البيت، مش لكل في البيت ما عدا انتي، لا، وانتي كمان لازم تاخدي اجازة اليوم ده. فاحنا بنتعب كفاية يا بنات والله، وطول الأسبوع بنجري عشان تبتدي يوم السبت بطاقة حيوية. لازم تعملي الروتين ده يوم الخميس. شوفي أكتر مكان انتوا بتقعدوا فيه يوم الجمعة، أو أيا كان أجازتكم امتى بقى. شوفي أكتر مكان بتقعدوا فيه وامسكيه نضفيه وروقيه وغيري له بقى الملايات ولمعيه وهويه ورش بيروسول لو فيه دبان. طبعا الشقة كلها بتبقى نظيفة، بس ده الروتين السريع للاستعداد ليوم الجمعة. احنا طول الأسبوع بنعمل روتينات، بس ده الروتين السريع للاستعداد ان يوم الجمعة اصحى الدنيا فايقة ورايقة ومستعدة ان انا فعلا ابقى جاهزة ان الدنيا تبقى رايقة وفايقة معايا. غيري الملايات بقى. انا قلت كده غيري الملاية، خدت الملاية الصفرا دي، مرضتش افرش التايجر لان بحس ان هي بتغمق الأوضة شوية. طبعا طلعت بقى الخداديات كده على الشباك تتشمس، ولازم نعمل حركة التشميس دي شوية علشان الجو حر وكتمة وخنقة. وطبعا كله دلوقتي بإيه يعني مخنوق من الحر، فبيبتدي ياخد دش فيطلع على السرير، فالسرير يبقى فيه عرق، فلازم يوميا نهوي كده ونفتح الشباك. الحمد لله الشمس عندي في وش الشباك على طول، فكانت بصراحة عاملة لي تهوية حلوة قوي. ورحت كده قلت افرش الملاية الصفرا دي، يعني برضو ايه، لما بتغيري كده حتى لو بحاجة بسيطة، حتى لو بملاية ومش شرط تكون جديدة، حتى لو بمفرش، حتى لو بريحة حلوة، عود بخور، لو انت مخنوقة او متضايقة من حاجة بتلاقي الدنيا هتبتدي تفكي معاكي شوية، ان انت بتعملي طاقة ايجابية لنفسك. اسعدي نفسك بنفسك حتى لو بأي حاجة بسيطة. حتى لو، بصوا، لو بكيس نسكافيه بتحبيه، لو لو كوباية عصير بتحبي تشربيها، أي حاجة بسيطة اسعدي نفسك. احنا كستات بنتبسط بأقل حاجة. لو ما لقيتيش حد يساعدك، انت ساعدي نفسك بنفسك.
ابتديت زي ما انتوا شايفين كده افرش، وبأمن على الملاية. يعني لازم أأمن على الملاية واثبتها في مكانها كويس، لان الفرق يوم الجمعة بقى هيبقى شغال وقاعدين وطالعين ونازلين، فبينعكشوا كده الملاية، وبلاقيها طلعت قلعوها من هدومها، طلعت من هدومها كده. فالمهم كده بقى ايه، كانت الحمد لله الدنيا اتشمست، فقلت بقى افرش كده الأوضة. انا بعمل الحركة دي يعني ايه، بتاعة تشميس الأوضة دي مش كل يوم بصراحة، يعني ممكن نقول يوم الخميس ويوم الاثنين مثلا اللي هو في نص الأسبوع، لأن بتفرق معايا كتير. التهوية بتفرق لأن الجو حر جدا، وتنظير الملايات بيفرق معايا، وإن أنا بلمع الأوضة بقى وكده الدنيا بتبقى تمام. ممكن أعمل روتين ده يوم الأحد تاني، يعني يوم الجمعة بنقعد عادي، يوم السبت بلمع خفيف، أهوي الأوضة بقى يوم الأحد. بس كده. عايزة أجيب بقى يا بنات أكياس فايبر، كيس فايبر كده كبير من اللي هو بيتباع عند بتاع السفنج ده، وافك الاكياس بتاعه الخدديات دي. بصراحه هي محتاجه ان هي تتفك. ليه بقى؟ انا محمد ابني لما بيجي ياخد دش ما بينشفش، فبيطلع ينام على طول. وعايزه اقول لكم ان هو بيفضل يغرق نفسه ويطلع على السرير جري وهو مبلول، طبعا بيبقع الملايه وبيبقع الخدديات ومبهدل لي الدنيا خالص، مش عارفه اسيطر عليه، ويقول لي الجو حر يا ماما. فانا بقى هسيطر بس الاول قبل ما اسيطر، عشان هو لو لقاني عملت مجهود في حاجه، هو دلوقتي مش راضي يسمع الكلام، فبيعمل كده الحركه دي من ورايا بالليل برضه. فانا هعمل ايه، هجيب كيس فايبر واروح ماسكاهم فكاهم غسلاهم، واروح يعني مزوداهم فايبر، واروح مخيطاهم. وبعد كده هو طبعا هيشوفني يعني لوحده ان انا عملت مجهود، فهيخاف يبوظهولي لا اضربه. بس كده. لميت الغسيل بقى من على الشباك بالمره، علشان كان عندي الملايات اللي انا شلتها. شلت ملاية اوضه النوم في اوضتي، وشلت الملايات بتاعه اوضه الاطفال، وشلت المفارش اللي هي ممكن تكون على السفره والترابيزات كده، وغسلت كله. بس ما نشرتوش بقى معاك، يعني نشرته بعد ما قفلت الكاميرا، لان التليفون بقى بيسخن جدا من الحر بقى، يعني ايه يصور معايا، وساعات ما بيرضاش يصور من الحر. فيا رب شهر 7 ده يعدي على خير، لان حرفيا والله العظيم الواحد اتخنق من الحر. احنا بنتسلق، احنا في حاجة غلط. المراوح مش عاملة حاجة، المية الساقعة مش عاملة حاجة، التهوية مش عاملة حاجة، المية مش عاملة حاجة، مفيش اي حاجة جايبة نتيجة مع الحر. فربنا يا رب يرحمنا برحمته. ابتديت زي ما انتوا شايفين كده، لمعت الأوضة وخليتها فل شمعة منورة، و... واتهوت بقى والدنيا تمام زي الفل. ورشيت السبراي ده، سبراي ايه، ورشيت اللي هو رشيت اللي هو الدبان اسمه ايه، المهم رشيت اللي اسمه ايه الدبان ده، عشان السبراي بتاع الدبان، عشان يطلع الدبان، ما يبقاش في دبان في الشقة. ورحت قافلة الستارة بعد ما الشقة اتهوت طبعا. قفلت الستارة وضلمت الدنيا. انا ما بحبش اقعد في الاضاءة بتاعة الشمس بالذات لو هننام بقى. وبعد كده سبت الاوضة تتهوى خالص، مفرشتش عليها اي حاجة، ورنوا عليا ان هما جعانين وعايزين ياكلوا. دخلت المطبخ جري، عملت الكبدة اللي انتوا شايفينها دي عندي على القناة، لو عايزينها اسيبها لكم في تعليق مثبت هسيبها لكم في تعليق مثبت. وجبنة مخلل كده، وعملت رز اصفر وعديت اليوم. ودي اسرع اكلة ممكن تعمليها لو اتدبستي في تنظيف يوم الخميس عشان تنجزي وقتك يوم الجمعة، فدي اسرع اكلة تعمليها الخميس عشان ما يبقاش في كركبه كتير في المطبخ. يا رب الروتين يكون عجبك. سلام.